بيقارن نفسه بالأنبياء وشايف إن الحلقان معمولة مخصوص علشان خاطر الرجالة. شادي شامل قلب الدنيا بتصريحاته، والجمهور بيقول إنه بيحاول يتصدر لترند. يا ترى إيه الحكاية؟ مين فينا مش فاكر شادي شامل، الفنان الشاب اللي قلب الدنيا وقت ظهوره في الألفينيات بسبب الشبه الكبير بينه وبين عبد الحليم حافظ. وعلى الرغم من إنه ده يعتبر العمل الوحيد أو الأقوى في مسيرته الفنية، لكن ليه ذكريات كتير مع الجمهور، ومن وقتها شادي اختفى تماما عن الساحة الفنية وما بقاش يظهر نهائي، لحد ما الجمهور اتفاجئ إن شادي اتغير 180 درجة في شكله. عمل عمليات تجميل وبوتوكس وفيلر في كل وشه، ده غير إنه لبس حلق وغير في ستايله تماما. في الوقت ده الكل انتقدوا على ظهوره الجديد، في اللي قال إنه بيحاول يتشبه بالسيدات، واللي قال إنه أكيد بيعمل كده علشان دور جديد. لكنهم اتصدموا أكتر لما عرفوا إنه هو ده ستايله الجديد، وإنه مش عامله علشان دور ولا حاجة. الانتقادات كانت كبيرة جدا عليه وقتها، لدرجة إنه طلع عليه إشاعات إنه عمل عملية تحول، وعلشان كده سافر بره مصر وعايش بره. لكن شادي ما كانش بيرد على أي حاجة من الانتقادات دي، وفضل إنه يعيش حياته بهدوء، لحد ما ظهر من تاني وقال إنه بيستعد الفترة اللي جاية علشان يرجع للنشاط الفني من تاني، سواء بألحان أو أغاني أو حتى تمثيل. لكنه منتظر الدور المناسب اللي هيمشي مع شكله الجديد، وإنه يكون الدور بيناقش قضية مهمة تمس المجتمع. ولما اتسأل إزاي بيواجه الانتقادات على شكله، رد وقال: ممكن الفنانين يعملوا بوتوكس، ولكن لو عملية التجميل هتخلي شكلك وحش ما تعملهاش، والحلق ده أنا بلبسه في مناسبات معينة بس زي العروض الخاصة، لكن في البيت بلبس جلابية عادي ومفيش حلقان ولا الكلام ده، والحلقان معمولة في الأساس للرجالة علشان يتجملوا. وكمل كلامه وقال: السر في انتشار موضة الحلق هي إنها طول عمرها موضة بره، ولما الناس بدأت تقرأ عرفت إن الحلق كان معمول للرجالة المحاميين زمان، ولما عملت سيرش اكتشفت إن الحلقان دي للرجالة مش للستات. بطلت أبص على الانتقادات تماما، والناس بتختلف على الرسل، هتيجي عند العبد لله ومش هتختلف عليه؟ الجمهور بعد التصريحات دي اتقسم لجزئين كالعادة. الجزء الأولاني كان شايف إن الكلام اللي شادي قاله كان بيحاول يتصدر بيه ترند، خاصة إنه ما كانش ينفع إنه يشبه نفسه بالأنبياء والرسل، وإنه عارف إن الكلام ده هيكون مثير للجدل بالنسبة للناس. وناس تانية كانت شايفة إن اللي هو بيعمله ده حرية شخصية طالما مفيش أي ضرر على الناس، ولا إنه بيشجع حد إنه يعمله. دلوقتي بقى جدوركم تقولولنا إيه رأيكم في تصريحات شادي شامل؟ وهل فعلا هو بيحاول يبقى ترند؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصلكوا كل جديد من موقع صوت الملايين.